وفي ملعب الشعب الدولي أعزائي المشاهدين جرت مباراة مهمة بين فريقي الجوي الملابس الزرقاء والسراويل البيضاء ونادي الصناعة. هذه المباراة أيضا مهمة، الفائز سيصعد إلى دور الأربعة ويلاقي فريق الجيش والخاسر يودع البطولة. تستمر المباراة في الشوط الأول ويتقدم الآن فريق الجوية بهدف واحد مقابل لا شيء لنادي الصناعة، سجل اللاعب جعفر عمران. والحكم الدولي غالب عبد الكاظم ينهي الشوط الأول بتقدم فريق الجوية بهدف واحد مقابل لا شيء. وفي شوط المباراة الثاني تستمر الهجمات، وعمر أحمد العائد إلى صفوف فريق الجوية ومستوى جيد في هذه المباراة، وإنقاذ كرة جيد لعمر أحمد من أمام مهاجم فريق الصناعة. وتستمر هجمات فريق الجوية، وفريق جعفر يسجل واحد من أجمل أهداف هذه المباراة بكرة ذكية إلى يمين حارس مرمى فريق الصناعة. تستمر المباراة بتقدم فريق الجوية بهدفين مقابل لا شيء لنادي الصناعة، ومن هذه الهجمة مرة أخرى عمر أحمد ينقذ هذه الكرة، وكرة بالمباشر إلى حارس مرمى فريق الصناعة، وهجمة داخل منطقة جزاء فريق الجوية يسجل منها قحطان شثير الهدف الأول لصالح فريق الصناعة. هذه المباراة يجب أن تحسم بفوز أحد الفريقين، ولو تعادل الفريقان فسيلجأان إلى الوقت الإضافي وطريقة الهدف الذهبي، ولو تعادل في هذه الطريقة سيلجأان إلى ضربات الجزاء الترجيحية. تستمر المباراة وفريق الصناعة يحاول تسجيل هدف، وحكم المباراة يطرد أحد لاعبي فريق الصناعة بسبب تلفظه بكلام ضد حكم المباراة. فريق خسران بهدف وأيضا خسران بلاعب. وتستمر المباراة التي انتهت بفوز فريق الجوية بهدفين مقابل هدف واحد. وبعد انتهاء المباراة روح طيبة من الكابتن عدنان درجال في تهنئة لاعبيه بعد نهاية